السلام عليكم متابعينا الأعزاء. قال الله تعالى في كتابه العزيز: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فيتساءل الكثير من الناس: هل أكل لحم الحمير حلال أم حرام؟ وهل سيعاقبنا الله تعالى على أكلها؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الحمير الأهلية وحرمها على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس من عمل الشيطان. وقال: أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا، ورخص في لحوم الخيل. فقالت أسماء رضي الله عنها: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وأحل أكل لحوم الحمير الوحشية. فقال أبو قتادة رضي الله عنه أنه صاد حمارا وحشيا وأتى بقطعة منه للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، وقال لأصحابه: هو حلال فكلوه. قال الإمام الشافعي: إذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم قصد الأهلي، ثم وصفه ودل على أنه أخرج الوحشي من التحريم، وهذا مثل نهيه عن كل ذي ناب من السباع. فقد أمر أبو بكر رضي الله عنه أن يقسم حمارا وحشيا قتله أبو قتادة بين الرفقة. فقال أبو قتادة عن أبيه: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصر حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به، وأحب لو أني أبصرته. والتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح. فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء. فغضبت فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عن ذلك، فقال: معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم. وأما الأساس المتبع لتحريم الحيوانات فهو كل ما نص الشرع على حرمته بعينه كالحمار الأهلي والخنزير، أو جنسه ككل ما يفترس بنابه من السباع كالأسد والذئب وغيرهم. ويحرم من الطير ما كان ذا مخلب وظفر يفترس به كالصقر، ويحرم ما كان خبثه معروفا كالفأرة والحشرات، وما كان خبثه عارضا كالجلالة وهي الحيوانات التي تتغذى بالنجاسة، ومن كان معروفا بأكل الجيف كالغراب، أو كان متولدا بين حلال وحرام كالبغل، فهو من أنثى خيل نزل عليها حمار. ويحرم أكل ما أمر الشارع بقتله كالحية والعقرب، أو نهى عن قتله كالنملة والنحلة وغيرهما. ويحرم أكل ما ذكر عليه اسم غير الله أو ذبح لغير الله ويسمى فسقا. قال تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. وتحرم الميتة التي لم تذك ولم تذبح. هذا والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.